لازم نكون عارفينهم أول ما ندخل كلية تمريض. أول حاجة لازم نعرفها اللاب اللي هو المعمل. بالنسبة للمواد التمريضية بتنقسم لحاجتين، جزء نظري وجزء عملي. الجزء العملي عبارة عن مهارات بنبتدي نتعلمها. هنتعلمها فين؟ هنتعلمها في اللاب اللي هو المعمل. أول ما هندخل المعمل هنلاقيه مليان دل كتير، دميات يعني، او دراع، كل الحاجات دي عشان نطبق فيها المهارات اللي هناخدها. يعني مثلا خدنا حقن عضلي، فهناخد ازاي ندي حقن عضلي في الدل، حقن وريدي نفس الطريقه. بالنسبه هنقيس مثلا الضغط، برضو نفس الطريقه ازاي نقيس الضغط، CPR، الانعاش القلبي، كل الحاجات دي بنطبقها في المعمل على الدل. تاني حاجه هتسمعها اول ما تدخل كليه تمريض اليونيفورم. اليونيفورم هو الزي الرسمي اللي انت هتدخل بيه المعمل والمستشفى. اليونيفورم بيختلف من جامعة لجامعة، يعني ما هو الثابت ان انت بتلبس لبس معين لجميع الجامعات، بيبقى فيه الوان مختلفة. يعني مثلا في جامعة معينة بيخلوا مثلا سنة اولى بلون، اليونيفورم بيبقى لون، وسنة تانية لون، تالتة لون، ورابعة لون، فبتختلف من جامعة لجامعة. فاول ما هنروح الكليه هنبتدي نسال اليونيفورم بتاعنا عباره عن ايه. بعد اسبوع من الكليه هنبتدي نسمع كلمه جروبس او المجاميع، هنبتدي نتقسم الى مجاميع، والمجموعه بتاعتك تقريبا هتفضل معاك لغايه سنه رابعه. يعني انت لو مجموعه واحد هتفضل لغايه سنه رابعه مجموعه واحد، وهيبقى نفس الناس معاك اللي موجودين معاك في المجموعه. ليه؟ لأن في اللاب مش هينفع ندخل كلنا في اللاب اللي هو المعمل، فهنبتدي نتقسم لمجاميع. وبعدين في حاجة اسمها برزنتيشن، برضو هنتكلم عنها في فيديوهات تانية، برضو هتتقسموا المجاميع. في المستشفى نفس الطريقة، فالمجموعة بتاعتك دي هتبقى معاك لغاية سنة رابعة. خامس حاجة لازم تعرفها، مفيش حاجة اسمها مس ومستر. الدكتور اللي بيشرح لك سواء كان في المحاضرة أو في المعمل اسمه دكتور، ما ينفعش نقول ميس وما ينفعش نقول مستر. رقم 6 هتسمع كلمة برزنتيشن. برزنتيشن عبارة عن موضوع بتبتدي تبحث عنه مع مجموعتك. فبعد فترة من الدراسة في الكلية هنبتدي طبعا نتقسم لمجاميع، وكل مجموعة هيبقى لها برزنتيشن، موضوع بيعلمك ازاي تبحث عن الموضوع وازاي تجيبه، وايه هي المواقع اللي تبحث عنها، وازاي تبحث من الكتب الموجودة في المكتبة الخاصة بالكلية. نظام الدراسة في الثانوية العامة غير نظام الدراسة في الكلية. يعني كنا بناخد حصص، دلوقتي بقينا بناخد محاضرات. طبعا في جدول للمحاضرات بس مش زي الثانوية العامة، يعني مثلا من الساعة 2:30 وخلاص احنا كده خلصنا، لا، ممكن المحاضرة تقعد للساعة 5 والساعة 7 كمان.